ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي. كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي. كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. السلام عليكم بنات، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى دائما ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونشاطات وكلشي. وهداك فيديو جديد اليوم ان شاء الله، واحد النهار شويه مختلف غنشارك معكم. كانت جايه عندي صاحبتي قالت لي غنجي عندك، قلت لها صافي اجيو تغداو معايا ونشارك معكم هذا النهار. كما شفتوا بديت بالعجينه هي الاولى، خليت العجينه تتعجن ودزت هنا. بالنسبه للدجاج وجدتو البنات بالنهار قبل، غسلته مزيان ورقدته في الحامض وفي سكينجبير وهذا وخليته حتى العشيه، وغسلته مزيان وخليته يتسقطر. هذا غنديروه في الشوايه، يعني خصو يكون ناشف مزيان. هي اصلا تيعجبها، كانت كلاتو عندي واحد المره وحمقها. وبالخصوص عارفين، المهم انا نحرق لكم المراحل. صاحبتي بزاف البنات اللي عارفينها خديجه، يعني ما تاكلش الملحه، فاي حاجه درتيها مثلا ديال تعرضي عليها ولا توجدي لها شي حاجه، ضروري ما خصك ديري شويه الحامض مصير، شويه هادي شويه هادي. فهي داكشي مقاطعه نهائيا، يعني دايره الريجيم. فبالنسبه لي جاني احسن حاجه هو الدجاج المشوي، وبالخصوص انه تيعجبها. فكما قلت لكم ضروري الدجاج ديال الشوايه خاصو يبات مسقطر البنات، يكون الدجاج ناشف. بالنسبه للتوابل درت 2 معالق كبار ديال التحميره، 2 معالق كبار ديال الكمون، درت معلقه كبيره ديال الخرقوم ومعلقه كبيره مع مرج ديال السكينجبير، ونص معلقه صغيره ديال البزار. تشوفوا العطريه كثيره، ولكن البنات راه عندي الدجاج كثير. قطعت واحد البصله خضاريه ودرت شويه ديال المعدنوس وهذا والقزبر، طحنتهم هكا في لاشوار، ودرت شويه ديال الثومه بودره. هنا ممكن البنات تضيفوا صلصه الصوجه تتجيبو زوين، انا ما درتهاش حيت فيها الملحه. وممكن ديروا لا موطارد حتى هو تيجي زوين. ما درتوش حيت هادو بجوج مالحين. ممكن تزيدوا شويه ديال الهريسه لهاد الشرموله، غادي يجي خطير. غير هاد 3 الحوايج اللي فيهم الملحه انا حيدتهم ما درتهمش. تما ممكن ديروا شويه الاعشاب منسمه، اي اعشاب تتفضلوا، تيجي ازير اولا داك الاعشاب مخلطه اولا المعدنوس مجفف اولا، وواحد رشيشه ديال العطريه ديال الشاورما تتجيبوا يا سلام. ممكن ديروا هنايا واحد القطيره ديال الخل، ما تكتروش، اولا الحامض. وغادي ندير هنايا الزويته بلديه، ما غاديش ندير الماء للدجاج نهائيا. هي اي حاجه تنبغيو نشرملوها تنديروا شويه الماء باش العطريه تدخل في الدجاج. ولكن بالنسبه للدجاج كما قلت لكم ديال الشويه ما تنديروش ليه الماء، باش يجي ناشف. من يجي طيب يجي زوين. حنا هنايا حدانا كاينه الشويه قريبه، يعني تتشرمليه وتقاديه حتى تيقرب وقت الماكله، وتديه تتجيبيه سخون تيفرفر، تيجي شي حاجه اللي زوينه وتتنقصي عليك حتى الخدمه. يعني بدل ما تشدي المجمره اختي وتبقاي مقابله الشوايات والريحه في الدار وكلشي، تتديه وتجيبيه ناضي يا سلام. صافي هنا غادي ندوز نشرمل الدجاج. ممكن نضيف واحد العلبه ديال الياغورت مسوس حتى هي للشرموله، اولا الا كان الدجاج كثير ممكن ديروا علبه، كان قليل ممكن ديروا قل. صافي البنات وغادي نشرمل كما وريتكم في اول الفيديو. يعني الدجاج تيكون مقطع، ملي تمشيو عند الكزار تتقول ليه قطعوا لي على حساب الشوايه، فتيشدوه بديك المقده تيدقدقوا شي شويه باش يتفلح مزيان وتيجي طايب وداخل ليه الشرموله. وما نعاودش لكم كي تيجي، والله العظيم الا تيجي زوين. وتتبدلوا شويه هكا على المرقه وعلى اي ميكون جاي عندك شي حد دائما المرقه بالدجاج محمر اولا اللحم بالبرقوق اولا داكشي تيطلع شويه في الراس هكا، طبق خفيف وفي نفس الوقت مختلف شي شويه. صافي غادي نستمر هكا نشرمل الدجاج ديالي على هاد الطريقه. تنحاول ندخل ديك الشرموله كامله. اختكم دارت الحنه حنيت اختي يدياتي. شرملته على هاد الطريقه كما قلت لكم. وفي نفس الوقت راه العجانه تتعجن في الخبز. هو الصراحه كانت صالح ليا غير عجن 2 خبيزات هكا مسوسين وصافي. درت ليه هنايا الشرموله كامل، وغادي نخليه هنايا راه تقريبا مع ديك 8:30 هكاك اولا 9 الا ربع هكاك. بديت
تنشرملو وخليته حتى الوحده تقريبا، يعني راه الوقت كافي. ممكن الا جبتو الدجاج في الصباح تخليوه النهار كامل مسقطر حتى العشيه عاد تشرملوه وتبيتوه، او الا جبتوه في العشيه تغسلوه وتخليوه مسقطر الليل كامل حتى الصباح عاد تشرملوه. صافي تنحاول ندخل الشرموله في الدجاج ديالي كامل وغادي نغطيه بالسلوفان ونخليه كما قلت لكم تقريبا حتى ديك الوحده عاد ديتو للشويه، يعني راه خدا الوقت الكافي من 8 حتى الوحده على ما بغاش اختي يشرب التشرميله. الشرموله ما عرفتش علاش نقول لها التشرميله. المهم ما تضحكوش عليا حيت واحد المره قلت التشرميله وضحكوا عليا البنات في التعاليق. كي الشرموله كي التشرميله، الله يرزقها الصحه والسلامه. المهم اخوتي خليت الدجاج هنايا تيترقد وغادي ندوز باش نجبد دوك المعينات اللي غادي نحتاج. الكويسات هكا ديال المناضه و البريريت ديال اتاي والكويسات ديال اتاي هما كانوا عندي مغسولين وكلشي كانوا في الفيترينا، ولكن يعني ضروري ما دوزيهم عاوتاني من الماء منين تخرجيهم، فما فيا ما يبقى يغسل وينشف. قلت غادي ندخلهم للماكينه ويتعقموا ويتغسلوا ويبقاو هكا نقيين. اختي ملي يجيو عندكم الضيفان ديالكم يلقاو الكويسات اختي تيشقشقوا والرويحه زوينه ومعقمين وكلشي هو داك. حتى البلاطو عرفتي البنات دوك البلاطوات تديرهم في الماكينه ديال الموان ما نعاودش لكم تيخرجوا تيشعلوا واحد اللمعان يا سلام. صافي هنا البنات سديت عليهم وكنت ديجا تنطيب في الخبز. غادي درت غير جوج خبزات درتهم غير في الفران ديال الضو. صافي هنا راه تنقلب ونشقلب حتى ياخذوا اللويين. درت جوج خبيزات صافي الله يخلف الله يجعل البركه. هنا بنات بالنسبه لاطارت ديال البنان ديجا وجدتها معكم شحال من مره، غادي نعاود بالنسبه للاخوات الجدادات. هنايا درت واحد البيضه، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السنيده، كاس ديال الدقيق الابيض مع خماره مع ساشي ديال الفاني مع معلقه صغيره ديال عسل الحامض اولا الخل. صافي المهم تطحنوا السوائل من بعد تزيدوا عليهم الطحين مع الخل مع الخماره. صافي وهنايا المول اللي تيتفك ضروري دهناه بالزبده ورشيناه بالطحين وغادي نخويو هكا الخليط لدرجه الفران على 180 تتشعلو غير من التحت. راه خليط رقيق دغيا دغيا تيوجد. بالنسبه للكريمه تنديرو نص لتر ديال الحليب ياكو، نص لتر الحليب مع 3 المعالق كبار ديال كريم باتيسير مع 3 المعالق السنيده مع ساشي ديال الفاني. تتخلطوهم مزيان على عافيه مهيله حتى تيوجد الخليط يعقد لينا الكريمه. صافي تنخويوها فوق منها من بعد ما تطيب وتنزينو بالبنان. هذه هي لاطارت ديال البنان. هنا البنات بالنسبه للكيكه ديال الشوكولاط غادي نبقى ندوز معكم المقادير هكا كتذكير فقط لان ديجا مشاركه معكم هاد الوصفات. غير بالنسبه للاخوات الجداد ربما تيشوفوا شي وصفات يبغيو المقادير. الكيكه ديال الشوكولاط غادي نديروا المرحله الاولى العباره البنات بهذا الكاس هذا الرقيقين ديال اتاي ماشي ديال العنبه، هذا راه الصغير دوك الرقيقين ردوا معايا البال. غادي نحتاج لجوج الكيسان من هذا الكاس ديال السنيده، جوج الكيسان ديال الماء، جوج الكيسان ديال الزيت، غادي نحتاج 4 المعالق كبار ديال الحليب المجفف نيدو، غادي نحتاج 4 المعالق ديال الكاكاو، وغادي نحتاج لجوج ساشيات ديال الفاني. غادي نطحن هذا الخليط، غادي نقص منه كاس، غنهز منه واحد الكويس نخليه هو باش غنسقيو الكيكه ديالنا. من بعد غادي نضيف عليهم 4 ديال البيضات وغادي نضيف جوج الكيسان من هادو ديال الدقيق الابيض و3 ديال الخمارات. صافي هذه هي الكيكه ديالنا. المهم غير تذكير وصافي غير باس ندوز بالزربه. الفران على درجه 180 تنشعلو غير من التحت حتى تطيب الكيكه ومن بعد تنخويو فوق منها داك الكويس اللي نقصنا. والتزيين تيبقى اختياري، ممكن تحكوا فوقها الشوكولاط ابيض، ممكن ديروا الفيوتين، ممكن ديروا اي حاجه عندكم. صافي هو هذا. انا مشينا نكمل الكيكه ديالي باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف. صافي انا بنات غندخلها للفران. ممكن ديروها في المول هكا داك ديال البسبوسه الطويل وممكن ديروها في مول عادي. انا مولفه نديرها في هذاك ديال البسبوسه اللي ما بغيت نبدل. غير هو الا كان البيض كبير غتحتاجوا الدقيق اكثر. هنايا عندي البيض 4 البيضات الكبارات، درت 2 كيسان وزدت عليهم 2 معالق. يعني الدقيق تيبقى على حسب الخليط عندكم ميزانكم، ملي تخلطوا غيبان لكم. صافي دابا غندخلوها للفران. هنا بنات غندوزو للشلاضه. هنا عندي شويه ديال الكالامار، درت ليه شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الثومه بودره، شويه ديال الثومه محكوكه وشويه ديال الاعشاب ممكن تنسموه. صافي وزويته بلديه اولا ممكن ديروا زبيده اللي بغيتو. غادي نشحروا شويه ما غنعطلوش بزاف. هذا غنديرو في الشلاضه. ممكن ديروا شويه الملحه، انا ما درتش فيه الملحه حتى نقصت عاد زدت فيه الملحه. وممكن ديروا عصيره الحامض نفس الطريقه القمرون، ما تكثروش الزيت غير شويه تتصوطيو وصافي. بالنسبه هنا عندي الروز سلقته، درت ليه شويه ديال الخضره، شويه ديال الخزو، شويه ديال شويه ديال البطاطا، ودرت ليه الطون، درت ليه شويه ديال المايس، درت ليه شويه ديال المعدنوس. صافي المليحه والخل
والمليحه والخل وشويه البزار والمايونيز. هنا راني ديجا ناقصه الخضره المسوسه درتها بوحديتها، وهادو درتهم مالحين، يعني لا صلاد كبيره درتها مالحه. راه الطبسيل المسوس اللي حيدته البنات راكم شفتوه صافي، والما باقي عاد زدت فيه الملحه. هنا بالنسبه للبطاطا وخيزو واللوبيا درت لهم شويه ديال المعدنوس، شويه ديال ممكن ديروا كمون اولا بزار على حسب نتوما شنو تفضلوا، وزويته بلديه مليحه وعصيره الحامض اولا عصيره الخل. وتنزين على هذا الشكل هذا. جبت البلاطو هكا كبير، درت فيه الخس فرشته في الجوانب، درت الرز هكا بزليفات الوسط، وفرقت هكا الخضيره في الطبسيل في بلاطو هكا كامل. وتما درت واحد جوج زليفات غادي ندير فيهم ان شاء الله السيجار اللي كنت ديجا وجدت معكم بالفرماج والزعتر. ما تصوروش شحال تينفع، تحتاجوه في بزاف ديال الحوايج في لي صالاد. مثلا درتو مثلا شوربه اولا حليله تجبدوه تقليو راه مده وهو عندي وراه باقي تبارك الله تيعدي. فغادي هذاك خليته اخر حاجه باش يبقى سخون ومقرمش هكا حتى تيدخلوا الضياف، عاد تزربوا عليه دغيا دغيا. اكيد تديروه في المقله تقليوه في الزيت يجي احسن. صافي البنات، هنايا بالنسبه للتزيين درت شويه ديال الكيتشوب هكا الفوق، ودرت واحد القمرونه اختي في واحد الكردونه قمرونه في كردونه صافي وزينت بها على هذا الشكل هذا. المهم راكم عارفين يعني الطبق ديال السلطه تيتبغى بزاف. صافي وبالنسبه للقمرون درتو هكا شحرته كما قلت لكم في الزويته وفي شويه الثومه وشويه الربيع، وزينت به هكا الجوانب. وهنا غادي يكون طبق ديال السلطه ديالي واجد. بقى لي الدنجال هنا مطيشه محكوكه مع الثومه مشويه، المعدنوس، الثومه الربيع، العطريه التحميره، الكمون اللي بزار، شويه ديال الحار الا بغيتو، هنا انا ما درتش. صافي وغادي نشحر مزيان حتى تيتعلق ويا سلام. هنايا صافي كلشي واجد عندي، كان باقي غير السيجار، حطيت الزويتنات، حطيت كلشي واجد. وهذا هو الطبق ديال السلطه ديالي كما قلنا. السيجار هو اخر حاجه باش تيبقى سخون. جات رائعه زوينه. زينتها هكا بالبيض مسلوق وخليت شويه المايس رشيتهم من الفوق، ودرت خطيطات ديال المايونيز وما نعاودش لكم جات يا سلام. اللي شهيتها تسمح ليا. بالنسبه للكيكات راه وجدتهم بليله قبل البنات باش هكا تنظموا الوقت ديالنا. والدجاجه البنات ها هو ما نعاودش لكم والله العظيم الا تيجي زوين بزاف خفيف. رافقته بالصلصه ديال الياغورت. هنايا عندي دانون مسوس حكيت فيه الثومه وشويه المعدنوس، عرفتوا والله العظيم يتاكليناه بلا ملحه، تتغمسوا في الصلصه وتاكلوا يا سلام. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ السلام عليكم كمحمد المهم فوجنا لا الاذان صافي. فين خلينا؟ تصورينا فين خلينا؟ والله ما عقلت. المهم البنات قطعنا على حساب الاذان. المهم ضيفتي المسوسه هي هذه. اختي ديك حاجه اللي ما كتشبعش الملاح. انا ضرتي ديالي ندوي وسط الفيديو. المهم بنات صافي يلا رجعنا لكم وقت الغدا وداكشي ما صورت معكم حتى شي حاجه. ضيفتي اختي جات هي خديجه. السلام عليكم. ضيفتي المسوسه فاش تشوفوا لي ما دايرش الملحه في الماكله عرفوا خديجه حاضره. ايوا المهم تغدينا وتجمعنا شويه. طلعت هي الناديه الله يكبر يكبر الراحه والله حتى حاجه ما من قيمتها والله العظيم. نتوما عارفين المعزه ديال خديجه عندي عندي بزاف درت لي داكشي اللي كيتوحشها. توحشتك حتى انا حبيبه والله توحشتك. عرفتوا علاش؟ حيت ما تاكل لا مصير لا زعفران لا والو اللي ضغط عليا دير لها الريجيم. الريجيم. يلا البنات عرفتوا نتقاسم معكم واحد الكادو جابتو خديجه النيس. الكادو اللي جابت خديجه حلي اختي، انت اللي جبتي انت اللي تحلي. يلا حلوا مولا. يلا حلي نسرين. هذا لا هذا يلا لا ما جبتش. ما بغاتش تجبد لينا، بغات توري لنا الكادو نخليوه. المهم هنا كاين داكشي ديال الشكلاط والحلويات، ولكن داكشي اللي داخل ما بغاتش توريه لينا. صافي خليها على خاطر. تنقول لك شكرا بزاف خديجه. شكرا والله الله يكبر بيك ونرجع لك ان شاء الله. مبروك عليك. غتنوض علينا الصداع دابا غيقول لك عليك. دابا هادشي البدايه. البدايه مازال مازال. المهم الله يخلف عليها ان شاء الله، الله يصلح لها وليداتها ونرجعوا لها ان شاء الله في ساعه الخير. نهار تكون ان شاء الله شي عراسيه دايزه الكلام. ساعه نديروا شي كادو دايزو الكلام قريب ان شاء الله. ايوا صافي الله يخلف عليك. شكرا بزاف. نجبدوا ولا يلا اختي تتعشق ليكم اش بغيتو اختي. الى جا سيدنا محمد الله ما جلالي. هادشي اللي عطانا سمحي لينا حيت يلا
تدينا جينا صافي الله يخلف عليك خديجه والله الصحة والراحة مغرقاني بخيرك والله العظيم تستاهلك. امتى غنرد لك هادشي قريب ان شاء الله. قريب غادي نرجع لها راه بصح قريب ان شاء الله. قريب جدا ان شاء ان الله شاء الله. ان ما شاء بيناتنا الله شي تستاهلي حاجة. كل خير. الله تستاهلي الجنه كاملين فاطمه الزهراء كلشي الله يخلف عليكم شكرا بزاف بزاف الصحة والراحة. واخا أنا بغيت نشوف اختي داكشي تشوفوه هي. نسرين ما بغاش تخليني نشوف اجا فاطمه الزهراء لا 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 لا. ما بغاتش بنات ماش حاطين الديسير شحال مع الخمسه ما بغاتش تاكل تقول لي لا عافاك ما تحطيش لا عافاك ما لا انا تحطيش بصراحه ما ضمناش الجوع. انا الديسير خاصني ناكل الا ضرني الجوع فهمتي. تبارك الله شبعنا. يلا بالصحه والراحه الله يعطيك الصحه. ايوا صافي بنات ختامه مسك مع كويس ديال اتاي منعنع كي جا اتاي عرفتوا انا ما تنشربش اتاي ولكن واخا هكاك والله الا جا زوين. قلت لهم انا ما تنشربش اتاي الحاجه الوحيده اللي ما تنعرفش نصايب هي اتاي قولي والله حتى السكر هو هذاك فرحي يا سيدي ما حلو ما خاف. صافي البنات الكيكه ديالنا تجي على هذا الشكل هذا زوينه واش وشيشه وفشه. خلاص راكم عارفين اخوتي الهشاشه والفشاشه الخفه ملي تتهزي الكيكه سولتني فاطمه على المقادير ايوا اختي في الفيديو صافي حطينا هنا شويه ديال الفاكهه هذه الحليوه اللي جابت خديجه الله يكثر خيرها هادي عاوتاني وهذه خلاص راكم عارفين الحدقه ديالنا. الله يحفظك وهنايا اختي طارطه باينه انت تموت على فاطمه درتها ليها هذه درتيها لفاطمه وهذيك درتيها ليا. الكحله انت درت لك الكحله يا الكحله حاجه اللي ما كتشبهش المولى. والله الا تستاهلوا كل خير والله. ايوا صافي اختي وبريريت ديال اتاي منعنع شوفوا لي اختي كاسي واخا ما تنشربوش ولكن انا عندي المناقه المهم لا. حداك صافي. لا والو فاطمه قطعي لنا اختي الكيكه نشوفها شدي ضربي هكا خفيفه ياك داك الشيء يا سلام. ها انت بلاتي خليك هكا نتوما خوتي هشاشه والفشاشه الشاشه والفشاشه. تبارك الله عليك. يلا خديجه يجي عندكم الخير شكرا بزاف ونستوني والله الا مسامحه بالعكس فوجتوا عليا وعمرتوا عليا سمحي لينا بزاف كبرتي بينا الله يكبر بيك. تستاهلوا كل خير والله يكوي الخير بامين ساعة الخير ان نتلاقاو ان شاء الله ساعه الخير ان شاء الله. يلا شي كلمه للمشاغبات نقول لهم يتهلاو فيك. تهلاو فيا نقول لهم قالت لك نقول لهم يتهلاو فيك. ضروري تهلاو فيا البنات ماشي تهلاو فيا يصرفوني يلا بلي جيم ولي كومونتير. يلا البنات تهلاو ليا في راسكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر نتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. سلامه. السلام عليكم. باي.